السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ انا النهاردة جايبه لكم فيديو ازاي نتخلص من الوبرة اللي بتبقى موجودة في الملابس. طبعا كتير مننا بيبقى عنده لبس وعنده حاجات هو بيحبها، بتوبر معاه مع الوقت ومع اللبس، فبيضطر ان هو ما يلبسهاش، او حتى لو لبسها بيبقى مش واثق من نفسه. وانا اكتر حاجة طبعا بكرهها اللي هي الوبرة دي، حاجة بتضايقني جدا. ده خلاني ادور على حاجة تخليني اتخلص من الوبر ده، عشان اقدر البس الحاجات اللي انا بحبها. لان في هدوم كتير قوي بستغنى عنها بسبب موضوع الوبر ده، وطبعا شكلها بيبقى مش لطيف وبيضايق. زي ما انتوا شايفين احنا معانا مكنة حلاقة عادية، رجالي عادي، وممكن برضو تبقى حريمي، بس انا دي رجالي. ومعانا الجهاز ده. الحاجتين دولت يا جماعة بجد خلوني اتخلص من موضوع الوبر ده بطريقة سهلة وسريعة. وهخليكم دلوقتي تشوفوا معايا ازاي ان انا اتخلصت منها. هنستخدم على كم التيشيرت ده. بصوا عامل ايدين موبرة ازاي. هستخدم معايا المكنة زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة يا جماعة في الموضوع ان احنا نبقى فاردين الكم كويس، يعني ما يبقاش فيه اي تنيات علشان ما يقطعش النسيج بتاعي. هنجيب المكنة بتاعتي، ابتدي اعمل كده زي ما انتوا شايفين. هعملها بطريقة يعني خفيفة، ما اضغطش جامد برضو عشان النسيج. بصوا بتطلع معايا ازاي. ابتدي اخدها لتحت، اسحبها كده معايا لتحت. بصوا طلعت معايا ازاي. افضل اعمل كده في كل الكم بتاعي. اخدها وانزل بيها لحد الكم كده من تحت عشان اجمعها. بصوا يا جماعة شايفين، اتخلصنا من الوبرة اللي موجودة في الكم بكل سهولة. ما خدتش معانا لا وقت ولا مجهود. طبعا انتي لو لقيتي بقى بعينك اي زيادات، انتي طبعا تقدري تشيليها وتراجعي عليها. بس كده. دلوقتي بقى هنستخدم الجهاز ده ونفتحه مع بعض. الجهاز ده يا جماعه عايز اقول لكم اختراع. زي ما انتم شايفين كده بيجي معانا جهاز ومعاه الفرشه بتاعته، ومعاه سنون، ومعاه الشاحن بتاعه. زي ما انتم شايفين كده ده جهاز بيجي معاه كفر كده، ده عشان يحميه من الصدى. استخدامه بسيط جدا يا جماعه. بصوا بنشغل الباور بتاعه، نعمل كده بكل سهوله. بصوا بيضيع لي الوبره في ثانيه، مهما كانت بقى حجمها او شكلها. اختراع بجد يا جماعه، ده اختراع رهيب. طبعا زي ما قلت لكم لازم نفرد الكم كويس، الحاجه تبقى مفروده عشان ما النسيج بتاعنا ما يتقطعش. بصوا الوبر فين، شايفين الوبر راحت فين؟ بقيت في الكفر هنا.
بجد يا جماعة الاختراع ده رهيب رهيب رهيب. هو دلوقتي جمع لي كل الوبر اللي احنا طلعناه، وتنظيفه بسيط جدا. بنشيل الكفر ده كده وايه، بصوا الوبرة طلعها لنا ازاي. وبيجي معاه زي ما انتوا شايفين كده شاحن. طبعا يا جماعة الجهاز ده فيه منه انواع كتير جدا، بس طبعا الافضل اللي انتوا تجيبوا الجهاز اللي هو بالشحن، علشان تقدري تستخدمي الجهاز ده وتستخدميه بقى في الانتريه، في السجادة، في اي حتة فيها وبرة، تبقى سهل معاكي، ما يبقاش فيه سلك قصير او حاجة فتضايقك. لا يا جماعة، ده كده بتشحنيه زي الموبايل وبتاخديه في اي مكان. فانا طبعا حبيت الجهاز ده اكتر من النوع التاني. طبعا النوع التاني ارخص عن سعر ده كنت جايباه ب125، التاني كان ب75. معلش احنا ممكن ندفع يعني مبلغ زيادة شوية، بس على حاجة تبقى يعني راحة لينا اكتر. السلك التاني كان قصير فبيخليكي متقيدة بمكان او كورنر معين، فمش هتبقى واخدة راحتك. لكن الجهاز ده يا جماعة اسمه سوكاني، فانصحكم بيه فعلا، جميل وسهل، وبيتشحن زي ما قلتلكوا بالشاحن بتاعه. وبتيجي معاه كده فرشة. الفرشة دي طبعا عشان ايه، انتي عايزة تتخلصي بقى من الوبر اللي موجود في السنون هنا، تنضفي الجهاز نفسه، فبتيجي معاه كده فرشة صغيرة. وبتيجي معاه زي سنون، قطع غيار، علشان لو السنون اللي جوه دي بقت باردة شوية مع الاستخدام، فهو بيوفر لك برضو سنون تانية. فدي برضو حاجة جميلة ان هو بيوفر لك قطع غيار ليها. وهفتحها معاكم واوريكم ازاي ان هي سهلة ان انتي تغيريها. بصوا انتوا كده هتلفوا الدايرة دي كده بكل سهولة، وهيبقى فيه السنون، بتشيليها وبتحطي ايه الجديدة بس، وترجعي تاني ايه تلفي الكفر بتاعها، وهي كده بقت تمام. فبجد يا جماعة الجهاز ده لا رهيب، يعني من الحاجات اللي انا دلوقتي مبقتش استغنى عنها. وهو حجمه زي ما انتوا شايفين كده صغير، تقدري تاخديه معاكي بقى في شنطة السفر في اي مكان. لا سهل وجميل وبسيط وهيخليكي طبعا زي ما قلتلكوا، الحاجة لما بتبقى موبرة بتبقي مش واثقة من نفسك، وتبقي متضايقة، وتبقي مقيدة ان انتي مش عايزة تتحركي، الحاجة هتتوبر. لا دلوقتي انا بكل ثقة بتعامل مع لبسي ومع حاجتي. فزي ما انتوا شايفين كده، ده الدراع اللي انا عملته بمكنة الحلاقة. طبعا يعني انتي لو مش بامكانك ان انتي تجيبي جهاز، ممكن المكنة دي تغنيكي برضو عن الجهاز. فدي الدراع اللي احنا استخدمنا فيه المكنة، ودي المكان اللي استخدمنا فيه الجهاز. زي ما انتوا شايفين هنا المكان انعم، وشال طبعا وبرة اكتر، ومفهوش اي حاجة من الوبر. فبجد يا جماعة الجهاز ده اختراع. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وان انا اكون قلت لكم معلومات مفيدة. وطبعا انا كل ما بلاقي حاجة او جهاز او اي معلومة اقدر افيدكم بيها، فبطلع واقولها لكم عن تجربة شخصية. فاتمنى ان انتوا تقولولي الفيديو اللي جاي يكون عن ايه.